السلام عليكم الإخوان. في هذا الفيديو غتعرفوا معايا على الفوائد ديال الزراعة. فالإخوان، قبل ما نبداو ما نساو الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما كتشوفوا معايا الإخوان، هاد الرميمينات اللهم بارك، الشيبة، اللويزة. الفوائد ديال اللويزة الإخوان راه لا تعد ولا تحصى. كتهدى الأعصاب. الشيبة تا هي كدوة ديال البرد. وزرع واحد الرميمينات، الخرطام، زرعوا ان شاء الله النعيجات اللي شحال ما خرجوا الصراحه راه داير مشمه في الزريبه. شحال ما خرجوا ما كيخرجوش يراعوا. اكثريه كنحش ليهم غير الفصه وكنجيب ليهم الرواية الرمانات. اللهم بارك. ان شاء الله اليوم غادي نقاد عليهم، غندير ليهم الحوض ان شاء الله وغادي نسقيه. فالفوائد الاخوان ديال الزراعه مهمه بزاف. بالنسبه للزراعه الاخوان، بحال الزراعه ديال الرمان، ديال الكرام، ديال التين، اللي هو الكرام حنا تنقولوا التين وكنقولوا الكرام. المهم باش تكون المعنى يكون واضح للجميع الاخوان. الفوائد ديالو، فمن الاحسن الا باغي تزرع، زرع على اساس الاجر. فكر في الاجر قبل من المنفعه. يعني فيه الاجر وفيه حتى المنفعه، ولكن خصوصا التين وخصوصا الاشجار المثمره اللي كتطلب سنوات عاد كتكبر. يعني بحال التين دابا هادو تبارك الله راه عندهم تقريبا، هادي عندها 4 سنين بالزرع. هاد الكريمة هادي يلا بدات كتعطي في الانتاج. فعلاش كنقول لك تفكر في الاجر؟ لحقاش ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا يأكل منه طيرا او انسان او حيوان او بهيمة الا وله بها الاجر. يعني هنا الا كنتي كتفكر غير في الرباح فما غاديش تزرعها. كون مأكد ما غاديش تزرع هاد التين وهاد الرمان. علاش؟ لانه كيتطلب سنوات عاد كيكبر. لكن انت كتفكر غير في الفلوس ما غاديش تزرعهم. وبزاف ديال الاخوان ما كيفكروش، كيفكروا غير في طموح الدنيا، كيبغوا غير الفلوس. ما كيغرسوش بحال هاد الاشجار. اللي كيبغي يغرسهم كيدير مشروع وكيصبر عليه. ف كما قلت لكم فكروا في الاجر. وراه كيتطلب سنوات، وإلا فكرتي في الاجر غادي ينفعك. اللي ما كيزرعش بزاف، اللي دوك اللي ما كيزرعوش، كون مأكد بان مولادهم غادي يمشيو ليه من الجيران. فضروري تزرع واخا غير كرمة ولا جوج يكونوا دياولك. زرع من الوليدات ياكلوا منهم الوليدات، تاكل منهم العائلة اللي جات عندك، ياكلوا منهم اي واحد ياكل منهم. عندك الاجر وعندك حتى المنفعة. فهمتوني ولا لا الاخوان؟ فان شاء الله هادو الصراحة شحال ما سقيتهم، واليوم ان شاء الله غادي نقادو ليهم وغادي نسقيهم ان شاء الله. هاد الشيبة تاني زرع لنا الاخوان واحد العنيبة تا هي غنحوض عليها. يلا غادي هاد العنب الصراحة معدي مع زهر. هي ما كنزرعو، زرعتو العام اللي فات وزرعتو حتى هاد العام. العام اللي فات الله بداو كيكبروا وجاو لي من وليدات الصغار قطعوهم حسكوا لي ديك النوارة ديالهم، ديك التفنينة ديالهم حسكوها ما خلوهاش تكبر. وهاد العام تاني زرعناهم في يد الله. نتمناو ان شاء الله خير. ان شاء الله هاد العام يكبروا. ودرت ليهم الشوك، غادي نحيدو ليهم الشوك ان شاء الله وغادي نسقيوها تا هي شحال ما سقيتها. الصراحة البادية الإخوة راه ما ساهلاش، ولكن ضروري من الصبر وضروري من المنفعة. راه أي حاجة خاصك تصبر عليها وغادا تنفعك. لا ما صبرتيش راه ما كاين والو. الخرطام تبارك الله اللهم بارك تا هو قريب نحشو، بغيتو غير يتمر شوية. والوقت اللي غادي يتمر ان شاء الله غادي نحشو. باقي الله بدا كيطلق في السبولة مزيان، باقي ما طلقتش مزيان. فمني غادي يتمر ان شاء الله غادي نحشو وغادي نيبسو ان شاء الله باش نعطيو النعيجات. الشفرجل، الشفرجل تا هو راه داير النوارة. حطات هاد العام تا هي اللهم بارك شحال ما
شحال ما حطت ليا تقريبا داير على 3 سنين دابا باش زرعت هذيك الشفرجلة مع ديك 3 سنين، والكرمة عندها 4 سنين. فهنا الاخوان نحوضوا عليهم ان شاء الله الكريمات. هذه زرعتها يلا عندها شي 3 سنين، كان فرق بيناتهم بعام، كل عام كنزرع شوية، ما زرعتش كلشي في دقة واحدة. ان شاء الله غادي نسقيوهم على مويها. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الله التي لا تعد ولا تحصى. النعمة ديال الماء الإخوة راه نعمة كبير. نسقيوها نتحولوا إن شاء الله، نسقيوهم كاملين إن شاء الله. الحوض، بالنسبة للحوض ديما حاول تحوض وتخلي ليها التراب على الجدر ديالها، ما تحيدش ليها تراب على الجدر. ديما خلي لها داك الفرع اللي كيكون غادي طالع هو اللي تعطيه التراب، والحوض يكون كبير في الجنب. فكل ما هي كتكبر وانت كتزيد تكبر ليها الحوض. دابا هادو باقيين صغارات كنديروا ليهم الحوض غير صغير، ما كنبغيش نكبر ليهم الحوض، ديروا ليهم لاقة جهدهم. باقيين صغارات نديروا ليهم الحوض صغير. فمن يكبروا ان شاء الله تاني غادي نزيدو نوسعوا داك الحوض باش بقاو يشدوا الماء، يبقى حدا من الماء. شفرجلة حتى هي ان شاء الله غادي تسقى. شحال ما سقيتهم الحمد لله على النعمة ديال الماء. فهنا الاخوان هاد الكرمة اللهم بارك راه حطات العام اللي فات، العام اللي فات حطت شي بايكيرات تين. اللهم بارك راه كبرت. بالنسبة للزبير راه حاجة مهمة، عرف كيفاش تزبرها. ان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو اللي نشرح فيه كل شيء. فهذه العنيبة ان شاء الله اللي سقيتها، حوضت عليها وسقيتها. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم.